مش اي بلالم يبقى بلالم. لحد دلوقتي مفيش فرايد تشيكن عجبني، بس عرفت ان المكان ده بينافس اشهر البراندات وباسعار مش موجوده في مصر خالص. ما هو محدش يقنعني ان في سندوتش فرايد تشيكن لحد دلوقتي ب 74 جنيه، لا وكمان الوجبه دي كلها ب 120 جنيه، وده اللي خلاني اروح روكيتس. فتعالوا بقى كده اقول لكم رايي فيه. بدات بسندوتش البلالم اللي ب 74 جنيه، وده سعره مش قد حجمه خالص. بص بقى يا صديقي، لو حطيت البطاطس وحطيت البيك كولا هتاخدوا كومبو ب 117 جنيه. سعر وجبه البلالم دي هيخليك في البلالم. ودي ب 230 جنيه، فيها 2 قطعه فراخ و2 ستريبس، بطاطس وسط، كول سلو، توميه، و2 عيش وكولا. وده سندوتش ميني ميلتز. شايفين السندوتش عامل ازاي؟ عيش تورتيلا والفراخ وهالوبينو وطماطم مع الصوصات. نقفل ونعيش جو البلالم. قطع الفراخ يا جماعه نظيفه وبيضه، والتتبيله واصله لحد جوه، القرمشه بتاعتها زي ما انتوا سامعين. الوجبه دي بقى انا ما لقيتش سعرها في اي مكان في مصر، ولو عايز تطلبها هتطلبها من الابلكيشن بتاع روكيتس واسمها وحش التوفير. جبتها ب 350 جنيه. بصوا بقى، فيها 4 قطع دجاج، 4 ستريبس، 2 عيش، 2 رز، بطاطس عائلي، و2 بيك كولا، وكول سلو لارج. وعلشان اكله الفرايد تشيكن بتحب اللمه، فطلبت عرض ملوك اللمه ب 490 جنيه يا معلم. هتاخد 6 قطع دجاج و6 ستريبس و4 كاتشب مع 3 عيش و3 كول سلو او توميه ولتر بالكولا. ولما تروح هناك اوعى تنسى تعمل السندوتش بتاع ويزو. بعد تجربتي في روكيتس شكلي هغير فكرتي عن الفرايد تشيكن في مصر. روكيتس مسيطر على القاهره والقليوبيه والمنوفيه ب 12 فرع، وانا كنت في فرع شبرا. يلا جو.